بص انا عايز اوريك حاجه. بس دي خدمه انا اشتريتها السنه اللي فاتت، كان تمنها $100. دفعتها لحد من فايفر عشان يعمل لي تسريع للوورد بريس سايت بتاعي. للي ما يعرفش، فالويب سايت بتاعي اللي هو جيمي دوت ان، اللي هو الويب سايت بتاع كورس السبوبه سوا، انا عامله على الوورد بريس. بس انا ساعتها انا فاكر انا ما كانش عندي وقت، ما كنتش فاضي، كان في حاجات تانية ورايا، فقلت انا هدفع الفلوس ديت لواحد اريح انا دماغي وهو يدخل يخلص لي القصه ديت كلها. الواحد ده بقى عمل ايه عشان اديله انا $100؟ حرفيا عمل حاجات انت تعرف تعملها في 3 4 ساعات بالكتير. الراجل دوت بيقول لك ان انا هسرع لك الوورد بريس سايت بتاعك. فده اللي يجيبنا ل 10 طرق مختلفه. البوست اللي انا نزلته من كام يوم 10 طرق مختلفه لتحقيق النص ارنب سنويا. وقلت رقم 2 الوورد بريس سبيد اب. افتح موقع فايفر، واحده من الخدمات الاكثر مبيعا هي تسريع المواقع اللي بتشتغل بالوورد بريس. اولا لازم تعرف معلومه صغيره، ان 80% من المواقع اللي موجوده اونلاين بتشتغل على وورد بريس، فبالتالي في فرصه كبيره جدا. لان تخيل كل المواقع اللي موجوده اونلاين 80% منها وورد بريس. دول كلهم ناس انت تقدر تبيع لهم خدمه تسريع مواقع الوورد بريس دي. الفكره بقى انها خطوات محفوظه وفيها طلب كبير جدا. تعال اوريك. لو فتحت هنا هتلاقي ده عنده اكتر من 1000 تقييم وخدمته بتتقدم بداية من $30. تعال بقى شوف اللي بعده. 471 80 374 145 471 اكتر من 1000 561. ده مثلا واحد من الناس اللي بتقدم الخدمة اهو. دي التفاصيل بتاعت اللي هو بيعمله لك. مبدئيا $30 بيعمل لك شوية الحاجات ديت. ثانيا $50 بيقول لك ان انا هجيب لك سكور على جوجل بيج سبيد اكتر من 80 واكتر من 50 للموبايل، و3 ل4 ثواني الصفحة فيهم هتحمل. والبريميوم بقى بيديك من 90 ل 100 وبيقول لك ان الموقع هيحمل في 3 ثواني. هتقول لي معلش سؤال، هو انت بقى بتعرف منين الموقع بيحمل قد ايه، والموقع كان السكور بتاعه كام والسكور بتاعه دلوقتي كام؟ الكلام ده بيحصل ازاي؟ هقول لك في موقعين الناس اصطلحوا عليهم ان هم دول الموقعين اللي الناس كلها بتحسب سرعة المواقع بتاعتهم من خلالهم، اللي هم الموقع اللي اسمه جي تي ماتريكس، وهتلاقي ده اللينك بتاعه، والموقع التاني تبع جوجل وهو جوجل سبيد، وده اللينك بتاعه. خلينا نفتح اول موقع وتاني موقع. ده كده الموقع الاولاني بيبقى فيه خانه بتحط فيها URL او اللينك بتاع الموقع اللي انت عايز تحسب سرعته، وده شكل الموقع التاني وفي نفس الطريقه. على سبيل المثال على اول موقع اللي هو جي تي ماتريكس، لما يقيس سرعه جوجل جايب لي طبعا زي ما انت شايف 100% 97%، ودي طبعا ارقام حلوه جدا. وبيقول لك ان الموقع حمل في ثانيه ونص. وده الموقع التاني وده الريبورت بتاعه زي ما انت شايف، مع انه موقع جوجل بيقول لك هنا البرفورمانس كذا 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 كذا، ودي على فكره سكورز عاليه برضه. وبيقول لك ان الموقع حمل تقريبا في ثانيتين. ولما جربت مثلا الموقع بتاعي ده السكورز زي ما انت شايف، وهنا اهوت بيقول لي كل المشاكل اللي موجوده في الموقع. ونفس الفكره هنا اهو ده السكور اهو، وهنا اهوت بيقول لي كل المشاكل اللي موجوده في الموقع. كل مشكله لما افتحها هيقول لي هنا اهوت بالتفصيل هي عباره عن ايه، او ايه اللي انت ممكن تعمله عشان تحل المشكله ديت. فعلى سبيل المثال واحده من الحاجات اللي هو بيقول لي هي ديت لوحدها ممكن توفر لك 4 ثواني في تحميل الويب سايت، وده طبعا حاجه كبيره جدا. بيقول لي هنا اهوت ان في بلجنز على الوورد بريس تقدر تحطها تحل لك المشاكل ديت. واحده من البلجنز المميزه هي WP Rocket، والبلجن ديت انت بتشتريها وبتحطها على الموقع الخاص بالعميل. وشرح طريقه استخدامها، هتفتح اليوتيوب وتكتب هنا اهوت سبيد اب وورد بريس WP Rocket وتخلي الفلتر هنا بلاي ليست. هتلاقي قدامك فيديوهات كتيره جدا بتتكلم عن الموضوع، زي مثلا الفيديو دوت بيقول لك اهوت بيفور 57 والافتر هتبقى 100. الفكره بقى ان القصه ديت فيها حاجات كتيره قوي صغيره بتتعمل، وبناء على المشاكل او الريبورت اللي بيظهر لك، اللي هو الريبورت اللي احنا عملناه سواء على موقع جي تي ماتريكس او موقع جوجل، بيقول لك والله انت عندك مشكله، مثلا انت محتاج تعمل حاجه اسمها مينيفاي CSS والجي اس فايلز. ديت حاجه كده هتفهمها لو انت دخلت في القصه ديت. الموضوع ده حرفيا بيتعمل ببلجن، بيتعمل في 15 دقيقة 30 دقيقة، وعلى حسب طبعا المشكلة وعلى حسب التأثير اللي انت عايزه. فمثلا في موقع بيتحمل في 7-8 ثواني، انت ممكن بحاجة بسيطة تتعمل في 10 دقايق تخليه يتحمل بدل ما 8 ثواني 4 ثواني، فحرفيا انت عملت 50% من الشغل. الفكرة بقى في ايه؟
ان الراجل زي ده مثلا اللي هو ال $30 اللي انت بتدفعهم له، هو بيعمل الحاجات اللي بيعملها لك البلجن. يعني هو حرفيا بيحمل لك البلجن على الويب سايت بتاعك. تحميل البلجن ديت زي ما قلت لك بياخد بالظبط 5 دقايق بالكتير. وديت زي ما تقول كده لو الويب سايت بتاعك بيتحمل في 8 ثواني، فبالطريقه ديت او باول خطوه اللي هو تحميل بس البلجن ويحطه على الويب سايت هتحمل في 4 ثواني. بعد كده لو انت عايز حاجه شغل اجمد بقى، ساعتها هنبتدي بقى نشوف التفاصيل بقى. وزي ما قلت لك انا بس مش عايز ادخلك في تفاصيل تخلي دماغك تصدع مني، لان انت اصلا انا متوقع ان اللي بيتفرج على الفيديو هو شخص اصلا ما يعرفش حاجه اسمها ووردبريس.